السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم وعلينا ان شاء الله. النهارده بقى انا حبيت ان انا اقول لكم على خلطه البانيه اللي انا عاملاها النهارده. انا هعمل بانيه ومكرونه وبطاطس محمره وجنب منها سلطه. انا عملت خلطه البانيه ديت، انا مسميها خلطه البانيه الجباره. انا حاطه فيها بقى ايه، قرن فلفل رومي وفلفل حامي وبصلايه وطماطمايه وليمون وخل، وحاطه بصل بودر وتوم بودر، وحاطه كاري، وحاطه بهارات فراخ، وحاطه مرق دجاج، وحاطه ملح، وحاطه فلفل اسمر، وحاطه ربع معلقه بابريكا، وحاطه معلقه كاتشب، وحاطه ليمون، وحاطه خل. يعني بص انا حاطه كميه بهارات وحاطه كميه حاجات كده رهيبه جدا عشان تبقى الخلطه جميله معاكي. وزي ما انتم شايفينها كده حاجه جميله جدا، ونقعها من على بيات. لو انت عايزه تعمليها من الصبح لحد الفطار ده برضو عادي مش مشكله. يلا بينا نشوف هنعمل الخلطه بتاعتها، هنحمر البانيه ده ازاي. انا بقى هما 3 اطباق فيهم 3 حاجات. اول طبق عندي في قلبه بيضايه وربيتها كويس وحطيت عليها شويه ملح وشويه فلفل اسمر. وعندي طبق تاني في قلبه شويه دقيق وعليه معلقتين من النشا، معلقتين صغيرين من بتوع الشاي. وعندي هنا طبق في قلبه فيجيتار ساج جاي من عند العطار. اول حاجه هجيبها انا هجيب قطعه من البانيه زي ما انتم شايفينها كده، وهعملها كفر من الدقيق. بعد ما عملتها كفر من الدقيق هننزل بيها في البيض زي ما انتم شايفينها كده. بحاول ان انا اصور على قد ما اقدر لان انا ماسكه الموبايل بايدي. وبعد ما نحطها في الدقيق هننزل بيها بالفيجيتار زي ما انتم شايفينها كده. هكمل الباقي وهنبقى مع بعض بقى، هنكمل الباقي ونحمر مع بعض ونحمر البانيه، وهبقى ارجع لكم ان شاء الله على الفطار. وادي البانيه بتاعنا اهوت. بعد ما عملناه لازم نعمله قبلها بربع ساعه كده او بنص ساعه. نتقابل بقى واحنا بنقدم الاكل على الفطار. اهو الفطار بتاعنا يا حبيب قلبي بعد ما عملته. عندنا بقى العصير البرتقال المتميز، عندنا طبق السلطه طبعا اللي موجود في كل فطار زي ما انتم شايفينه كده. ما بستغناش عنه ابدا ابدا ابدا، ولا اي حاجه فيه. لو حاجه من حاجه السلطه خلصت بجيبها على طول من السوق. وعاملين مكرونه اهي سباكيتي كل واحد طبق. وادي البانيه بتاعنا اهوت بعد ما عملناه جميل، حاجه في منتهى الجمال. انا نفسي عايزاكم تجربوا الخلطه ديت، جميله جدا وهتحبوها. ويا رب يكون الفيديو عجبكم، ويا رب يكون بسيط وخفيف كده على قلوبكم. انا ما بحبش اطوله عليكم عشان تتفرجوا لي عليه للاخر. ويا ريت فضلا بالاعلان وما تنسونوش باللايك. وكل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم ان شاء الله. واسيبكم بقى علشان تفطروا. مع السلامه. إفطار شهية.